ما تيجي تسلم على اختك سميحة، جت من اسكندرية دلوقتي. سعيدة يا سميحة. سعيدة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا الله، انت سعيد. جيتي امتى من اسكندرية؟ لسه جايه ما بقالهاش نص ساعه. جيت في الديزل بتاع 2. امال فريد ما جاش معاكي ليه؟ والله هو فريد عاوز يجي مصر؟ لا يا ماما، ده فريد اصله مشغول دايما، الصبح في المصلحة وبعد الظهر في المكتب. يعني مشغول يا بنتي، ما يجيش يشوفنا مرة ولا كمني حماته يعني؟ ده حتى سي فريد ابن حلال قوي ويحب كل الناس، الحق كده. ها نحضر لك الغدا بقى يا سامي؟ لا يا مهيبة، متشكر، انا اتغديت. قولي، نعم. انت رحت لاسماعيل بيه؟ جاني هو في المكتب، خدني معايا البيت واتكلمنا شوية. وبعدين ست سعاد مش عاوزة تصطلح ابدا ومصممة على الانفصال، على الرغم من اني اعتذرت لها. تنفصلوا ازاي وانتم مخلفين عيل؟ وكمان اتضح يا ستي انها حامل في 2 شهر. وهو سي حمدي لسه تم السنه؟ انا عارف. بقى شوف يا ابني، نعم. انا امك واحب لك كل خير. مراتك لا انت هتقدر تستغنى عنها ولا هي هتستغنى عنك، وحكايه الانفصال ده بعد ما خلفتم وبتقول انها كمان حامل، كلام في الهوا. واعمل ايه انا بس يا ماما اذا كانت هي اللي مصممة؟ انا من رايي انك تاجر لها شقه لوحدها وهتشوف انها هتصطلع على طول، وانا دينا اهو عايشه زي ما انا في امان الله. ويا ماما ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ما احنا عايشين سوا اهو في شقة واسعة وكبيرة وايجارها معقول. لا، هي عاوزه تسكن في شقه لوحدها وتاخد حريتها. وهو يا ست حد بيحجر على حريتها هنا لا سمح الله؟ انا عارفه بقى يا وهيبه، يمكن مش عاوزه تعيش مع حماتها. يا ست